كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المختار طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد ومع مرض جديد من أمراض القلوب، إنه الشح والبخل، مرض العصر الذي أقعد وشل حركة الناس جميعا وأفسدهم وجعلهم في واد، وشريعتهم وقيمهم في واد آخر. إنه حب التملك لكل شيء، وعدم الاستغناء بعد ذلك عن أي شيء، ولو على حساب دينه، على حساب شرفه، على حساب كرامته، وفي بعض الأحيان قد تكون على حساب طعامه وكسوته ومتعته، حيث يتحول الإنسان إلى مجرد حارس للمال، لا تطاوعه نفسه أن يمد يده إلى جزء منه، وهذا هو الحرمان الحقيقي. لديه مال، نعم، جمعه أصلا ليتمتع به ويؤدي واجبه من خلاله تجاه ربه وتجاه مجتمعه وتجاه نفسه، لكن بعد أن أتى المال أتى معه فيروس المرض، فنسي كل ذلك وتحول إلى مجرد حارس، وكأن المال ليس له وإنما مال غيره. طبعا نحن لا ننكر حب التملك، فهذا أمر لا ينكره عاقل، أن حب التملك لدى الإنسان هو أمر ضروري لإعمار الأرض ولإعمار الحياة، بل هو شيء غريزي لا ينفصل عن كيان الإنسان، وهو في مستواه المعتدل دافع نافع في الحياة، مفيد كما قلنا في استعمار الأرض وتنمية أرزاقها واستخراج خيراتها. لكن المشكلة والمرض إذا تجاوزت حد الاعتدال ودخلت في دائرة الأنانية المفرطة، هنا تتولد منه البخل والشح، وحب الاستئثار بكل شيء، وحب التملك لكل شيء، والتسلط على كل شيء. وهذا هو الذي نهانا عنه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، واعتبره مرضا خطيرا مهلكا للأمة. فقد قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الشح، هذه الصفة المذمومة والقبيحة، خلق سيء ومرض قلبي خطير وذنب عظيم، أحل بالأمم السابقة الكوارث والذل والهوان، وتسبب في إهلاكهم وقطع آثارهم واندثار حضارتهم، بعدما كادوا لبعضهم وتكالبوا حرصا وطمعا عن سماع بعضهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
فما ابتلي امرؤ بالشح إلا وأصبح جرثومة شقاء وفساد في المجتمع، ومصدر فتنة وبلاء للأمة كلها، وبؤرة مرض معدي تفتك بالبشرية كلها، وتهدد الإنسانية جمعاء. في رواية أخرى للحديث الذي ذكرناه آنفا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. لذلك يقول علماء الأخلاق، وعلى رأسهم الإمام الغزالي رحمه الله المتخصص في أمراض القلوب، يقول: الشح شجرة لها بذرة وثمار. الشح شجرة لها بذرة وثمار. ثم يبدأ الإمام الغزالي بتعريفنا بالبذرة ثم الثمار، ويعدها بترتيب عجيب، فيقول: أما بذرتها فهي الكفر، وأما ثمارها فهي كل الأخلاق السيئة والخصال الذميمة، ابتداء من الأنانية فالجبن فالبخل، ثم العقوق وقطع الرحم، فمنع الزكاة وكف اليد عن مساعدة الآخرين، ثم الخيانة فإخلاف العهد، فالفجور والدياثة، والربا والشهوة والاحتكار، فالغش والسرقة، فالغضب، ثم الظلم، ثم التفاخر والتكاثر، والعجب، ثم الكبر، ثم الحقد والحسد، ثم الطعن والجرح والقتل. تحليل دقيق من الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. فبذرة الشح هي الكفر، وهو وإن لم يكن كفرا اعتقاديا لكنه كفر شعوري ناتج عن شعور الإنسان بأن علاقته مع هذا المال هي في هذه الحياة الدنيا فقط، وليس هناك موعد للمحاسبة والمحاكمة، وليس ثمة من يعوض عليه درهما ينفقه اليوم بعشرات الأضعاف غدا، وهذا شعور كفري. ولولا هاتان البذرتان الكفريتان، إنكار المالك ثم إنكار الحساب، لما كان للشح وجودا في قلب الإنسان. لأن الذي يعتقد أن المال ليس له وإنما لله لا يمكن أن يبخل به على عباد الله، لأن أولى الناس بمال الشخص عياله، والمال مال الله، والخلق عيال الله، فخير الخلق أنفعهم لعياله. أيضا لأن الذي يعتقد أن الرزق مقسوم، وما كان لغيره لا يمكن أن يصل إليه، وما كان له لا يمكن أن يصل لغيره، وأنه حين يقدم للآخرين فهو يقدم إليهم حصتهم من مال الله الذي جعلها أمانة عنده حتى يأتي صاحبه الحقيقي، أي أنه مجرد حارس وعامل ووكيل حتى يوصل مال الله إلى خلقه، وأن ثمة يوما يحاسب المالك الحقيقي وهو الله هذا العامل على ما أوكل إليه. إن الرجل الذي هذا عقيدته لا يغش ولا يرابي ولا يمكن أن يسرق ولا يغضب، وبالمقابل لا يشح ولا يبخل ولا يتقاعس عن دفع واجب. هذا بالنسبة لبذرة الشح.
أما ثمارها فمن يتأمل ترتيب الإمام الغزالي لها يرى دقة عجيبة وإتقانا في التحليل. فالإنسان حين تضعف ثقته بالله المالك ثم المحاسب عليه يعتمد على نفسه وينسى الله ويستغني عنه، وحينئذ يحرص أول ما يحرص على نفسه وحمايتها، فتنمو الأنانية في قلبه، وتراه جبانا يفر من ظله يخال أن الفرار يراخي الأجل، فإذا حمى نفسه سعى في حماية ماله فيبخل به حتى على نفسه وعياله ويحصنه ويكنزه. وحين يرى أن المجتمع يضغط عليه ليفك أسر ماله من أجل بعض الالتزامات، حينئذ يبدأ بالسعي لا لفك الأسر عن المال بل إلى التخلص من كل الالتزامات ومن كل شخص يمد عينه إلى ماله، فيعق والده ويقطع رحمه، وربما طرد الأولاد وطلق الزوجة، وجعل بينه وبين كل من يعرفه حاجزا من الجفاء حتى لا يتقدم إليه بطلب مساعدة. وأخيرا يقطع العلاقة بينه وبين الله المالك الحقيقي فيمنع الزكاة، فإذا حمى الموجود عنده سعى في زيادته وتكالب على جمع ما يستطيع من مال وحطام، وهنا تقف في وجهه الشرائع والقيود وحقوق الناس فيدوس عليها كلها ويمزقها جميعا، لأن الطاغية يبرر لغايته كل وسيلة. والشحيح المستغني عن الله من الطغاة، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك تراه يجمع المال من كل طريق، يخون ليجمع، ويخلف الوعد ليجمع، ويتعامل بالربا ليجمع، وينافق ويرائي ليجمع، وقد يقتل ليجمع، حتى يموت أو يقتل وهو يجمع، ليلقى مصيره الذي يلقاه كل كافر بالنعمة باخل بها شحيح النفس متكالب عليها. من بديع القصص التي قصها علينا رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في شأن الشح ونتائجه ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، ثلاثة أشخاص أنفار نفوس في بني إسرائيل، أبرص وأعمى وأقرع، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فقال: أي شيء أحب إليك؟ إلى الرجل الأبرص الذي به مرض جلدي: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، ناقة حاملة في أيامها الأخيرة. ثم قال له: بارك الله لك فيها، ثم رحل. ثم أتى الرجل الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حامل وقال: بارك الله لك فيها، ثم رحل. ثم أتى الأعمى
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة ولادا، فأنتج هذا كل واحد منهما أنتج هذا واديا من الإبل، وهذا كان له واديا من البقر، وذاك واديا من الغنم. ثم بعد مدة أتى الملك الأبرص في صورته وهيئته، ثم قال له: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، وبالمناسبة هذه عادة الأغنياء، كلما طلبت منهم شيئا أبوا وتقاعسوا واحتجوا بأن المطالب كثيرة والحقوق متعددة ومشغول بها ولا يسعه تلبية هذا الطلب الجديد، بينما هو في الحقيقة يقول هذه الكلمة في وجه كل طلب وحق. قال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبصرا يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جد عن أب عن جد. فقال الملك له: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لصاحبه صاحب الإبل، ورد عليه صاحب البقر مثل ما رد عليه صاحب الإبل. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته وقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، المال مال الله والسائل عيال الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم، أي لا أمنعك من شيء أخذته. فقال له الملك: أمسك مالك، إنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط عن صاحبيك، أي أن الله قد رضي عنك لأنك شكرت الله وأنسبت النعمة إلى صاحبها ومالكها، ولم تبخل بها على عيال الله عز وجل، بينما الله سخط على صاحبيك الذين نسوا الله وبخلوا بالنعمة على عباد الله. ولما كان مضمون هذا الامتحان يتكرر في كل عصر وفي كل مصر، وكان الشح دائما وراء فشل الإنسان في مثل هذا الامتحان، فلا عجب أن يهتم الإسلام بمحاربته وإزالته والتحذير منه وتنظيف القلب منه. فالإسلام كما هو شأنه في كل شيء كان كاملا ودقيقا في مكافحة مرض الشح، فكافح أول ما كافح البذرة، وحاول إتلافها حين أفهم المسلمين أن أي شيء يملكه الإنسان في هذه الدنيا هي في الحقيقة ملك الله، وأن الله عز وجل جعلنا وكلاء وأمناء على هذا المال، نحن نديره ولن يبقى في أيدينا شيء، بل إن أي تقصير في القيام بالواجب سيعرضنا للعزل والتغيير.
فقال ربنا عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والمولى عز وجل أعلمنا أن الملك سيعود في نهايته إلى مالكه الحقيقي هو الله، وسيحاسب كل الموظفين والموكلين على إدارته. فقال ربنا عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. فأما الذين أساءوا استعمال وظائفهم في مال الله عز وجل فيقال لهم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. وأما الذين أحسنوا استعمال وظائفهم ووقفوا عند حدود الله فيقول الله فيهم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم يبين لهم المقدار الذي يخلفه عليهم وهو أكثر من الذي بذلوه. فالإنفاق في الخير نوع من المتاجرة مع الله عز وجل، والربح مضمون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثم بين نسبة الربح في هذه التجارة مع الله فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نسأل الله عز وجل السلامة من الشح والبخل والحقد والحسد، وأن يرزقنا جميعا قلبا سليما خاشعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.